الولاد كانوا حابين ان هم ياكلوا حاجه حلوه، وانا ما لقيتش الا موزايه. كام موزه كده عندي وتفاحيه. رحت مقطعاهم، ولعت على الطاسه بتاعتي، حطيت فيها معلقه سمنه، ولعت كمان على الفرن، وقلت اعمل لهم ايه، كام واحده جلاش كده على السريع كده. عندي نص لفه كده في التلاجة بقى لها يجي سنه ونص كده، قلت اما اطلعها اعملها. حطيت معلقه سمنه حلوه كده، وحطيت معلقه سكر وربع معلقه قرفه. اللي مش حابب قرفه يا جماعه ممكن يحط رشه من الفانيليا، بس تبقى بسيطه صغيره. تمام. ممكن تحطي اي فاكهه، فراوله، جوافه. والجوافه مع الموز تحفه بصراحه. ممكن تحطي كيوي مع الموز تحفه برضو. تمام، دول انا جربتهم برضو، هبقى اعملها لكم مره تانية. ورشيت الصينيه بتاعتي، اديتها مسحه من الماده الدهنيه بتاعتي، دي سمنه بلدي او زيت المتاح عندك حطيه. تمام. جبت بقى ورقه الجلاش بتاعتي، جبت ورقتين مع بعض، قسمتهم نصين، وابتديت الفهم بالشكل ده. ابتديت ان انا اجيب الجوانب على جنب والفها صوابع كده بالشكل ده. وبرده معلقه سمنه كده في النهايه تمسك الورق في بعضه. تمام قوي كده. الولاد اتبسطوا قوي من طعمها، وكان طعمها بصراحه تحفه. وبالذات اللي هي الكيوي مع الموز تحفه. ان شاء الله هبقى اعملها لكم تاني. بس مش دلوقتي بقى بصراحه. وبجيب بقى رشه من السمنه كده زي ما انتم شايفين، والماده الدهنيه اللي في السمنه اللي في الموز والتفاح برضو برش منها كده عادي، مفيش مشكله مع القرفه. طالعه ريحتها جميله جدا. يا رب تعجبكم. انا هنا مولعه الفرن على 180 درجه، ولازم تدخل الفرن يكون فرن سخن مسبقا، اهم حاجه عشان الجلاش ما بياخدش وقت، ما ينشفش منك. الجلاش بياخد بالظبط بالظبط ربع ساعه. هخلص كل الكميه وهدخلها دلوقتي على الفرن. هتاخد بالظبط ربع ساعه وتطلع بالجمال والحلاوه دي. تحفه. بجد تحفه. انا عملت يا دوب بس حاجه كده على قدنا. بصوا طريه ازاي، طريه من جوه ومقرمشه من بره، ويا رب تعجبكم، والسلام عليكم.